من هنا هيتكون حاجه اسمها نمط التعلق، وبكل بساطه انماط التعلق بتفسر لنا ازاي الحب وصل للطفل وهو صغير وازاي اثر عليه في علاقته وهو كبير. يعني عندك التعلق الامن، ده طفل اتولد في بيئه فيها اهتمام واستقرار واحتواء، النتيجه لما بيكبر بيبقى شخص بيعرف يقرب او يحب، ما بيخافش من الفقد بسهوله. وفي نمط التعلق والقلق، هتشوف في الطفل في حب مش ثابت، مره موجود ومره مش موجود، النتيجه اللي هتنعكس عليه بعد كده هيبقى شخص بيحب بزياده، بيخاف من الفقد بسهوله، محتاج دايما يطمن. وفي التعلق التجنبي، وده اللي هيحاول يجاوبنا على سؤالنا اللي سالناه في اول فيديو، هل في شخص ما بيعرفش يحب؟ ده غالبا بيكون شخص طفولته كانت بارده وتجاهل من الناس اللي حواليه، او يمكن عقاب على التعبير عن المشاعر. هنا الطفل بيتعلم ان المشاعر او القرب بتساوي وجع، الامان في البعد والبروده، فلما يكبر يكون شخص قافل او بيهرب او بيبعد، يبان ان هو شخص قاسي ما بيعرفش يحب. هو يعرف بس خايف. الشخص ده غالبا مش ضد الحب، هو ضد الوجع اللي ممكن يجي معاه. صوره نمطيه عقله الباطن شكلها عن الحب من طفولته، فدايما بيحاول يحميه ويخليه يبعد. لو قربت هتتاذي، خليك لوحدك احسن. بس كل ده ممكن يتغير لو الشخص نفسه حاول يكون وعي، يفهم ان مش دايما الحب بيجي معاه الخوف او الوجع، يسمع او يمر بتجربه مختلفه تثبت ليه عكس اللي شافه في طفولته. لان الحب نفسه اوقات كتير ممكن يكون علاج، ده لو ما كانش ضغط وقلق. في النهايه مفيش انسان ما بيعرفش يحب، في انسان وصل له الحب غلط، في انسان اتعلم ان الحب معناه الم، او مر تجربه وهو صغير، او اهله بشكل غير مباشر وصلوا له الحب ده يساوي الخوف، ما تعبرش عن مشاعرك. والحقيقه ان الحب مش مهاره ناقصه من عند الانسان، الحب ذاكره، لو الذاكره اتوجعت القلب بيتعلم ازاي يستخبى.